بالنسبه بقى للصفقات الجديده، دلوقتي الاهلي بيقولوا ان هو تمم 3 صفقات: خالد عبد الفتاح من سموحه، وكريستو ده اللي خلاص هيوقع رسميا بقى، اللي هو من النجم الساحلي عنده 19 سنه تحت السن، وعزيز يعقوب اللي جايبينه من نادي برتغالي. يا جدعان امير توفيق اقسم بالله لا يفقه شيء عن حاجه اسمها صفقات واختيار لاعبين، قولا واحدا لا يفقه شيء. يا جدعان ده اخره يقعد في كاشير في سوبر ماركت. ده لعيبه ايه اللي بيدور عليها دي؟ عبد العزيز يعقوب ده كل اللي اتكلم عنه قال ان هو لعيب كسر. ده لاعب جاله 2 صليب يا جدعان، لعيب المفروض ان هو مهاجم مش مسجل حتى في نص عدد المباريات اللي هو مشارك فيها. امال هو هيجي عندنا يعمل ايه؟ هيجي عندنا يعمل ايه؟ هيبقى زيه زي غيره؟ بالعكس ده احنا نتضرر فيه اكتر بسبب السعر اللي هيجي بيه وسعر الدولار والحاجات المنيله ب 60 نيله اللي عندنا دي. يا جدعان في حد اسمه هيثم عرابي، هيثم عرابي شفنا عمل ايه مع اسوان. اقسم بالله حرام الراجل ده يبقى بره الاهلي، يبقى عندنا واحد زي امير توفيق ده اللي بيدور لنا على المصاب وبيسيب السليم بيرازينا. مش عارف الاداره بتاعتنا دي هتفضل كده لحد امتى؟ اهو عزيز يعقوب ده حتى ما عداش من الكشف الطبي وهيعوده له تاني لحد ما نشوف ان هو هينفع ولا مش هينفع. طب ليه من الاول لعيب شاكك فيه كده؟ ليه تجيبه من الاول؟ ليه تفكر فيه يا عم؟ ونفضل زي اللي بيفضل زانق نفسه ويذاكر ليله الامتحان، نفضل سايبين نفسنا طول الموسم ونيجي في الشهر بتاع الانتقالات ده ونفضل بقى نلف حوالين بعض. ده ما يرضيش ربنا. احنا يا جدعان كاهلاويه بنطالب ان هيثم عرابي هو اللي يكون مدير التعاقدات في النادي الاهلي. امير توفيق ده ما يعرفش حاجه عن حاجه اسمها صفقات، مش مدير تعاقدات النادي الاهلي. ده احنا اللي المفروض جماهير هيكون عندنا نظره في اللاعب اكتر منه. هنفضل لحد امتى نجيب لعيبه كسر ونسترخص في اللعيبه ونجيب حاجات مش لازمانه ونجيب حاجات اسوأ من اللي عندنا؟ ازاي يعني؟ لامتى؟